السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جولة جديدة من جولات الوكالة، والمرة دي المكان حقيقي فعلا يجنن، كنز من الكنوز. نزلنا عند شارع زكي السماك وقلت اشوف اخبار العبايات الخليجي هناك ايه. والصراحة لقيت عروض حلوة جدا جدا على العبايات الكويتي والاماراتي عند باب رزق. لقيت بقى عنده اشيك عبايات خليجي هناك في الوكاله موجوده، ممكن تلاقوها. العبايات الاستوكات اللي هي الكويتي والاماراتي عنده موديلات كتير جدا وعنده مقاسات اكتر. وبصوا بقى، مش قادره اوصف لكم جمال العبايه وحلاوتها وشياكتها. تعالوا بينا بقى مع بعض كده نتفرج ونشوف، وهقول لكم كل تفاصيل والعنوان بتاع المكان في اخر الفيديو. وبالمناسبة هو مش محل عبايات بس، هو عنده كمان اقطان وعنده هدوم خروج وعنده حاجات حلوة جدا. فتعالوا بينا بقى ناخد جولة عند باب رزق، المحل اللي موجود في الشارع بتاع زكي السماك زي ما شفتوا في اول الفيديو كده جنب ضجة بتاع الشوزات. وتعالوا نتفرج بقى على العبايات دي. مبدئيا كده العبايات دي عاملة كام؟ الستاند ده كان بيقول لي 200، والستاند اللي بره المحل قال لي 150. وفي نص الجولة وانا بصور قال لي بصي خليها كله 150. تمام كده، علشان بس لو نزلتوا وقال لكم هنا 200 وهنا 150 انتوا كده ايه تبقوا عرفتوا هو قال ايه. تعالوا بقى نتفرج على العبايات دي. بصراحة هو عنده تشكيلة عبايات حلوة جدا وتشكيلة كبيرة، وزي ما انتوا شايفين كده عنده مجال يعني كبير قوي لاختيار العبايات. محلات الاستندات جوه المحل مليانة عبايات، والستاند بره المحل كمان مليان عبايات. يعني كمان مش بس بقى العبايات، ده في ادناء وفي اللي هي الملحفة الطويلة، وفي كمان العبايات المفتوحة زي ما انتوا شايفين كده، وفي عبايات مقفولة وفي ملون وفي اسود، بس طبعا الاغلب بتاعه اسودات زي ما انتوا شايفين كده. نسيت بقى اقول لكم حطوا لايك للفيديو، وطبعا اللي لسه مشتركش معانا يشترك في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يلا بقى بينا نكمل. تعالوا بصوا بقى اتفرجوا معايا كده على العبايات. على فكرة العبايات دي استوكات يا بنات، يعني هي دي كلها وارد بقى الخليج والامارات والحاجات دي. ويمكن انا صورت لكم تيكت من التيكتات بتاعة العباية اللي شفناها في اول الفيديو. هتلاقوا بقى حاجات كده مختلفة تماما عن اللي بتنزل السوق المصري او التصنيع المصري. يعني في حاجات شبيهة شوية للحاجات المصرية، ولو ان دلوقتي يعني المصانع بدأت بقى تاخد يعني الافكار بتاعه العبايه الخليجي ويصنعوها هنا في مصر. بس بما ان ده احنا بنتكلم في استوكات، فزي ما بقول لكم كده الحاجات دي كلها وارد الاستوكات اللي هي الخليجي والاماراتي والكلام ده كله. كان حصل بقى موقف، يعني انا كنت نازله على اساس ان انا هصور مكان كان عارض حاجات على 140 عبايات برضو في الوكالة، وكان بيطلع بقى لايف وبيتكلم ان هو بيعرض الحاجة على 140 وبتاع. فنزلت عنده بسأله العباية بكام، مش على اني بصور، لا انا بسأل بس. لقيته بيقول لي 450. طبعا انا اتصدمت، قلت له ازاي انتوا اصلا قايلين في اللايف ان هي ب 140؟ قال لي لا ده الكلام ده اسعار قديمه. فبصراحه ما رضيتش اصور عنده، وقلت ادور على مكان تاني بما ان العبايه مطلوبه قوي. والفتره دي في ناس كتير قوي سالتني على منبع للعبايه الخليجي بالذات. فبصراحه وقعت بقى على مكان باب رزق. ده مكان جميل جدا، فيه عنده كل حاجه، واصلا ما شاء الله ما شاء الله المحل كمان مميز جدا في وسط المحلات. وزي ما انتم شايفين كده في حاجات بالتيكت، يعني انتوا واخدين بالكم في حاجات انا بس انا ساعات باكد قوي على التيكت وساعات بنسى اصوره، لان طبعا بيبقى الجو زحمه وحر وكده. ف بس انا شفت اكتر من عبايه بالتيكت، وشفت اكتر من عبايه برضو اللي هي مثلا استعمال خفيف جدا او استهلاك خفيف جدا. فسعرها كام العبايه؟ زي ما قلنا قال لي 150 بره المحل، وبعد كده واللي جوه قال 200، وبعد كده قال كله على 150 جنيه. شايفين بقى كده، بصوا حاجات زي الكارديجان كده مفتوحة، ممكن بقى تتقفل كعباية عادي، وممكن يتلبس تحتها بقى اللي هي مثلا الهدوم الكاجوال او كده، لو انتي مثلا حابة تعملي ستايل في العباية او حاجة زي كده. وممكن تتلبس عباية عادي خالص ما فيهاش اي مشكلة. تمام. هتبصوا بقى تلاقوا معايا فيه اشكال منها كتير جدا. بصراحة حاولت على قد ما اقدر اصور العبايات يعني كلها باشكالها، بس طبعا الموضوع كان مجهد جدا، يعني مش قادرة اقول لكم ازاي. اللي بسطني كمان ان هو عنده مقاسات كبيرة، يعني هو فيه بقى كل المقاسات زي ما انا بقول لكم كده. هو تقريبا عامل عرض على العبايات الخليجي دي، لان طبعا انتوا مش هتلاقوها ابدا ابدا بالسعر ده بره. يعني هي بتبقى اسعار
بتسمعوا بقى زي ما قلت لكم كده، بتسمعوا كمان اسعار فوق ال 450 وفوق ال 500 وساعات بتوصل ل 1000 جنيه كمان العباية الخليجي. بس طبعا الكلام ده مش في الوكالة خالص، انتوا طبعا عارفين ان العروض بتاعة الوكالة مفيش عروض زيها ومفيش احسن منها ابدا ابدا في الدنيا. يعني الوكالة حقيقي مكان حلو ومميز لكل حاجة، مش بس عبايات، لا كمان هدوم بيتي وهدوم خروج وهدوم قطن، كل حاجة متوفرة فيها. عجبني قوي الملحفة اللي انا كنت ماسكاها دي، هي قماشتها خفيفة شوية حراير، بس اكيد هتتلبس بقى يعني مثلا فوق عباية سادة او فوق هدوم كاجوال زي ما قلت لكم، هتبقى شكلها حلو قوي، شكلها شيك وجميلة ومميزة، وكمان وسعها كان حلو جدا. في حاجات بقى زي ما انتم شايفين كده داخلها الوان، وفي حاجات اسود سادة بس يعني، وفي حاجات كحلي، وشفت حاجات كده برضو هتلاقوها ملونة، يعني هتلاقوا برضو في حاجات ملونة، بس طبعا زي ما قلت لكم الاغلب كان اسودات. مين بقى لسه ما اشتركش معانا في القناة يا ريت بقى لايك وشير واشتراك، تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بصوا بقى قولوا لي العبايات دي ايه رايكم فيها، وايه رايكم في الاشكال الحلوه بتاعتها دي. بجد والله يا جماعه المكان ده حلو جدا، يعني المحل ده من المحلات المميزه جدا، يمكن ده اول مره اصور عنده، وهو مميز عن اللي حواليه كلهم بصراحه بموضوع العبايات ده. يعني اللي حواليه عندهم عبايات بس مش بالكم ده، يعني مش كتير كده زي ما انتم شايفين كده. طبعا في بقى مقاسات والوان واشكال وكل ده. اللي جنبه اكتر اقطان وهدوم خروج، وهوريكم برضو الاقطان وهدوم الخروج اللي عنده، لان كمان عنده استندات عليها جنسات تحفة وبسعر لا يمكن تتخيلوا. بس تابعوا بقى معايا الفيديو كده للنهاية، وهوريكم بقى الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي، وهوريكم الهدوم كمان، الاقطان اللي عنده كمان براندات بالتيكت. يعني الموضوع مش بس عباية، لا ده كمان هدوم واقطان تحفة جدا جدا جدا. بس ايه، قلت اوريكم الاول كده العبايات علشان الناس اللي سألتني عليها، وبعد كده ان شاء الله باذن الله ناخد جولة كبيرة جوه المحل. عجبني بقى العباية دي جدا. اولا خامتها تقيلة، يعني هي مش صيفي خالص. العباية اللي هي لونها زيتي في اوف وايت او في بيج دي خامتها تقيلة جدا، مش صيفي خالص، بس وخامة محترمة. يعني هنا كنت بصور لكم واجهة المحل اللي هو باب رزق، موجود فين؟ موجود في شارع مسبيرو، خلاص كده عند زكي السماك. دخلنا بقى على الستاند اللي قصاد العبايات على طول. الستاند ده الجيبة الجينز اللي انتوا شفتوها معايا واي حاجة على الستاند ده عاملة 100 جنيه. هو موحد الاستندات داخل المحل ب 100 جنيه اي حاجة على الستاند. حرفيا بقى انا شفت في الاستندات دي شوية جنسات والله حرفيا جميلة جدا. وبعدين خدوا بالكم الجنس الاصلي ما بيمطش يا بنات، يعني لما تيجوا تشتروا جنس وعايزينه اصلي ما تشتروش اللي بيمط. اللي بيمط ده اللي هو الخامات الصناعية، انما الجنس اصلي ده اللي ما بيمطش. اتفاجئت بقى كمان بالبليزرات اللي انتوا شايفينها القمر دي، حاجات بقى بالتك، ودي كانت تاني مفاجأة ليا بصراحة بعد العبايات. زي ما انتوا شايفين كده الحاجات كلها بالتيكت، وسعرها كام بقى؟ سعرها 100 جنيه. انا مش قادره بقى اوصف لكم قد ايه. بصوا البليزر جاي بالتيكت بتاعه، جاي بكيس فيه زراير عشان مثلا لو زرار وقع ولا حاجه، يعني حاجه كده جايه من بلدها طازه، ولا اتلبست ولا اتلمست، وب 100 جنيه البليزر يا بنات. بصوا بقى والله شكله تحفه جدا، يعني يمشي بقى محير على فكره، ويمشي بقى لو مثلا بنوته بس يعني جسمها قليل شويه ممكن برضو يمشي. ولكن كلها بقى زي ما انتم شايفين كده استوكات بالتيكت وبراندات وحاجه كده تحفه تحفه تحفه، عليها السعر بتاع بلدها، نازله في الوكاله وبس ب 100 جنيه. ده من ضمن بقى مفاجآت الوكاله وعند محل باب رزق اللي انا بقول لكم عليه ده. بصوا المحل بصراحه فاجئني. انا كنت بعدي كتير وقليل على المحل ده، ولكن يعني ما كنتش ببص قوي جوه المحلات الفتره اللي فاتت، كان كل اهتمامي بالسوق. بس بقى بصراحة المرة دي قررت بقى لا انا هدخل المحل ده، لاني شفت كمان عنده اقطان حلوة قوي هتشوفوها لسه معايا جاية في باقي الفيديو ان شاء الله. فلقيته بقى كده، ولقيته بقى عامل العروض التحفة اللي انتوا شايفينها دي، يعني حاجة كده تحفة بجد والله يا بنات. حرفيا المكان جميل جدا ويستاهل فعلا ان انتوا تروحوا المحل الجميل ده. خلاص،
فبوريكم بقى كده. بصوا في جواكت اهي كمان تمشي مثلا لو في حد عنده مناسبه او حتى كاجوال عادي. يعني هو الجينز انتوا عارفين بيمشي في كل مناسبات، شغال في الكاجوال، شغال في الشغل، شغال. يعني هو الجينز مثله كده. وفي بقى حاجات مثلا لو حد بيشتغل فورمال او حاجه ومحتاج بليزر، ممكن بقى يروح يشتري. طبعا انتوا عارفين ان الحاجات دي بتبقى غاليه جدا بره، اما في الوكاله طبعا احنا مفيش حاجه تغلى عليكم حرفيا يعني. خرجت بقى من المحل علشان اشوف الاقطان اللي عنده. لقيت بقى زي ما انتوا شايفين كده الاندر شيرت والباديهات والتيشيرتات وكل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. هتشوفوا بقى حاجات خامتها حلوه قوي قوي قوي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده 35 جنيه. الصيف بقى وحراره الصيف طبعا محتاج بقى الحاجات الحلوه دي في البيت وتحت الهدوم والكلام ده كله. فطبعا يعني بصوا بقى مش قادره اوصف لكم جمال الحاجه وهي على الاستندات. طبعا الحاجات الاقطان دي علشان تشتريها من مثلا براند معين هتشتريها بمبلغ وقدره. يعني بتبقى نازله كده براندات، انتوا طبعا عارفين اشهر البراندات اللي نازله في القطن والكلام ده، بتبيع الحاجات دي بمبالغ خرافيه. طب وعلى ايه؟ احنا بقى عندنا المبالغ بتاعتنا وعندنا بقى الاماكن بتاعتنا وعندنا بقى بنعرف نروح ايه الاماكن الحلوه اللي انا بقول لكم عليها دي، ونشتري منها بقى كل الحاجات القطن اللي انتوا بتلاقوها بمبالغ يعني خزعبليه. هتلاقوها بقى هنا في الوكالة بالأسعار 35 جنيه. يعني يعتبر ولا حاجة بالنسبة بقى للتيشيرتات والأندر شيرت كمان اللي بتبقى تحت الهدوم دي. يعني بصوا حاجات كده جميلة جدا، وحاجات بقى يعني ايه دلع كده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. انا زي ما قلت لكم قبل كده انا بشوف عرايس كتير بتروح بتاخد بقى حاجات هناك للجهاز وحاجات للدولاب والكلام ده. وبشوف بنات وبشوف اجانب كمان على فكره. يعني في اجانب كتير جدا بينزلوا هناك. انا بستغرب يعني انتوا اساسا الحاجات دي عندكم بتيجوا هنا تشتروها ليه؟ لا انا بشوف اجانب كتير. وبالمناسبه كمان بشوف تجار، يعني ما شاء الله في تجار كتير جدا بيروحوا ياخدوا من الحاجات دي ويبيعوها طبعا بالقطعه. بتبقى يعني بالنسبه بقى للبنات اللي عايزين يشتغلوا من البيت او ان هم عايزين مثلا يعملوا مشروع براس مال قليل او حاجه زي كده. فاظن بقى يعني في وسط بقى اصحابك ومعارفك وجيرانك والكلام ده كله، لو هتشتري بقى الحاجات دي وهتبيعيها وتحطي مكسبك عليها، اظن هيبقى فيها مكسب حلو جدا ومناسب جدا للبنات اللي بتشتغل يعني او حابه ان هي تعمل فكره مشروع او كده. ببص بقى على الحاجات الاطفالي كمان، لان هو كمان عنده قسم اطفالي. يعني ما شاء الله هو مغطي كل الاحتياجات. يعني من الحاجات الحلوة قوي اللي انا بشوفها هناك انك لما تبقي عايزة اكتر من حاجة وتبقي هتلفي كتير، بفرح قوي بقى لما بلاقي مكان واحد ولمم كل الحاجات. يعني مثلا اللي انا بفكر فيها او اللي انا عايزة انزل اجيبها، بفرح قوي لما بلاقي مكان كده اللي هو مش من يعني من النادر قوي لما بتلاقي مكان فيه كل حاجة انت عايزاها ومحتاجاها وفي نفس الوقت مش هتلفي. انت خلاص هتدخلي محل واحد. طبعا مفيش احلى من كده. فزي ما شفتوا كده في لافايس كمان اهو على الاستندات، وده اطفال. عايزه اقول لكم بقى ان الاطفال اللي عنده ده قطن، يا نهار ابيض على جماله. مش قادره اوصف لكم جمال القطن اللي عنده بتاع الاطفال وحتى الكبار يعني. بس عايزه بقى اقول لكم ان الاقطان دي والله بصوا يمكن الكاميرا كمان ظلمه التصوير، يعني ظلمه الحاجه او التصوير ظالم الحاجه، لان فعلا في حاجات اقطان حلوه قوي قوي قوي. وزي ما قلت لكم بصوا دي ماركه، طبعا انتوا عارفين لافايس ماركه يعني معروفه ومشهوره وبالتيكت اهو. يعني عشان بس ما حدش يقول لي الحاجات دي على فكره ستومك اللي هي اللي بتبقى قصيره على المعده كده. البناتي وفي كمان اولادي. وبصوا يعني في حاجات بقى عنده الحاجات دي كمان مستورده. يعني بصوا باينه قوي قوي ان هي حاجه حلوه وفخمه مستورده، وفي الاخر يعني سعرها 65 جنيه. يعني بجد والله حرفيا ولا حاجه يا بنات. اللي هينزل ان شاء الله باذن الله ان عند محل باب رزق هيتبسط جدا جدا جدا. من احلى المحلات اللي صورت عندها في الوكالة ومن اجمل الاسعار. وزي ما قلت لكم كده مكان واحد بس ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله في كل حاجة. طيب عنوانه فين بقى؟ عنوانه عند زكي السماك. يعني هقول لكم العنوان كده واحنا بنتفرج على الحاجة. الناس اللي جاية بالمترو هتنزلوا محطة مترو ماسبيرو، ده الخط الثالث اللي هو بتاع عدلي منصور تقريبا. فهتاخدوا هتنزلوا من المحطة. طبعا لو انتم مش عارفين حاجة خالص في الشارع
هتسألوا على زكي السماك، معروف ومشهور. هتخلوا زكي السماك على يمينكم، وتاخدوا بقى تمشوا قدام شوية عند ضجة بتاع الأحذية، وعند محل الدريني بتاع الكبدة. هو ما بين المحلين، يعني باب رزق ما بين الدريني وما بين ضجة بتاع الأحذية. طيب بالنسبة للناس اللي جايين من على الكورنيش، هتنزلوا عند دخلة جراج الوكالة اللي بيبقى فيها سوق الحد. خلاص هتاخدوا الشارع، هتخلوا الجراج على ايديكم الشمال، وتاخدوا الشارع تمشوا شوية، وبرضو قبل ما تحصلوا زكي السماك هتكونوا عند المحل بالظبط يعني. تمام، ده بالنسبة للمواصلات وبالنسبة للناس اللي جاية من المترو. ونكمل بقى مع بعض ونشوف بقى الحاجات الأقطان اللي انتوا شايفينها الحلوة دي. واي سؤال برضو ان شاء الله باذن الله انا تحت امركم في الكومنتات. طب هو شغال قد ايه يعني هو شغال كل يوم ولا عنده اجازات؟ لا، هو ما شاء الله شغال كل يوم، يعني تقدروا بقى تنزلوا مثلا جمعة سبت حد زي ما انتوا عايزين. بس لو انتوا مش هتدخلوا السوق ابعدوا شوية عن يوم الحد، لان يوم الحد طبعا بيبقى زحمة جدا علشان السوق اللي موجود في جراج الوكالة، وكمان بيبقى في الشوارع المحيطة حوالين الجراج طبعا بيبقى عايزة اقول لكم المكان بيبقى زحمة جدا. الستاند بقى اللي انا شغالة عليه دلوقتي ده، او اللي احنا بنشوف المحتويات بتاعته ده، عامل 55 جنيه. عليه حاجات بقى حلوة قوي زي ما انتم شايفين كده، برضو كلها يعتبر اقطان تحت الهدوم مثلا، او الناس اللي بتحب مثلا تقعد في البيت بحاجة خفيفة او كده. بصوا انا يعني بحاول ان انا قدر الامكان اوريكم الماركة واوريكم الخامة على قد ما اقدر، يعني والله حرفيا الحاجات دي حلوة قوي يا بنات بجد. يعني زي ما انتم شايفين كده، هو ما شاء الله عنده اكتر من اختيار تقدروا ان انتوا تشتروه. بصوا الحاجات دي كمان كانت على ستاند ال35 وانا ما صورتهاش فرجعت لها تاني. يعني الميزه بقى زي ما قلت لكم كده، هو عنده ده البناتي وعنده الاولادي وعنده الاطفالي. يعني زي ما انتم شايفين كده ستاند واحد هتلاقوه يعني مليان، وهيقدر ان هو يعني يملأ الحاجات اللي انتوا عايزينها. يعني هتلاقوا الحاجات اللي انتوا عايزينها حرفيا على ممكن في ستاند واحد، او جوه المحل بقى او بره المحل على حسب ما انتوا تنزلوا. بحاول يعني ايه افرجكم كده على حاجات، يعني هو في حاجات عنده متكرره، قطع متكرره، لان طبعا في مقاسات، وممكن كمان زي ما انتوا شايفين كده تلاقوا مقاس واحد منه متكرر لون واحد كمان. المحل اسمه باب رزق زي ما انتوا شايفين كده. وده كان اخر حاجة بقى هصورها جوه المحل. قلت ابص بقى على الحريمي او البناتي اللي هي الخروج. احنا كده يعتبر شفنا العبايات وشفنا الاقطان وشفنا البناتي والاولادي وشفنا كمان الجينسات. تعالوا بقى نشوف الحريمي خروج. وعايزة افاجئكم بقى ان الحاجات دي ب100 جنيه. يعني بصوا حاجة سواريه وتمشي بقى مناسبة. اظن طبعا انتوا لو نزلتوا انتوا طبعا عارفين الاسعار بره شكلها عامل ازاي. مستحيل تجيبوا الحاجات دي ب100 جنيه. علشان كده انا دائما بقول لكم وبكرر عليكم ان المكان ده فعلا حقيقي. انزلوا وروحوا واتفرجوا، هتلاقوا حاجات حلوة جدا ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. يعني بصراحة كانت جولة مميزة جدا جدا المرة دي عند محل باب رزق اللي في الوكالة. وبالنسبة للتفاصيل ورقم التليفون هسيبها لكم ان شاء الله باذن الله في الكومنت برضو المثبت، لو انتوا حابين تستفسروا منهم على اي حاجة او تتصلوا مثلا بيهم تسالوهم على بيفتحوا امتى بيقفلوا امتى موجودين امتى بالظبط. بس انا بقول لكم هم موجودين ان شاء الله طول الاسبوع، وعندهم بقى حاجات قمر زي ما انتم شايفين كده، وحاجات ما شاء الله اكتر كمان. بس طبعا يعني كان هيبقى الموضوع طويل قوي لو كنت صورت كل حاجة موجودة في المحل. فانا هكتفي بقى باللي انا صورته ده. وبقول لكم بقى زي ما بقول لكم كل مره، يا رب بقى جوله النهارده تكون عجبتكم وتكونوا حبيتوها كده، وتكونوا شايفين ان هي حلوه كده ومميزه زي كل مره. وقولوا لي رايكم بقى في الكومنتات في الحاجات الحلوه اللي انتوا شايفينها كده. وما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك، تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بقى هقول لكم مع الف سلامه واستودعكم الله.